ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه الجمبري من اسهل الطرق واجمل حاجه طبعا بنعملها وبسرعه جدا. شايفين ما شاء الله الريحه ولا اروع، مش قادره اقول لكم على الطعم والريحه. ما شاء الله طلعه جميله جدا ومظبوطه، وبتتعمل كمان في 3 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده، ده معانا الجمبري انا مقشراه وكمان منضفاه كويس. زي ما انتوا شايفين شايله منه الحبل الرمل بتاعه. شايفين انا بصراحة بفتحه بالسكينة، بحب اعمله كده. بنضفه كويس جدا جدا، ما يكونش فيه لا اي شنبات ولا اي رجلين الجمبري. الحاجات دي كلها مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها. زي ما انتم شايفين بقى هنجيب بصلتين، دول اللي هنحطهم في الجمبري ان شاء الله. هنعمل الاول ان احنا نطلع زفارة الجمبري، هنحطه على النار 5 دقايق مش اكتر. يعني احنا هنفضل نقلب فيه لحد لونه ما يغير ويطلع المية الزفرة اللي فيه دي زفارة الجمبري اللي احنا مش عايزينها، علشان صينية الجمبري تطلع معاكي نضيفة وريحتها حلوة. هنا البصل فرمناه، وده كمان بصلاية محمرة، يعني انا بحط محمر وطري. وهنحط كمان حزمة بقدونس فقط لا غير. وانتوا زي ما انتوا شايفين كده الجمبري انا طلعت الزفارة بتاعته وهطلعه في الصينية. من اسهل حاجة بنعملها صينية الجمبري، ما بتاخدش مننا وقت خالص، من اسهل الطبخات. زي ما انتوا شايفين كده احنا لازم نصفي الجمبري من المية الزفرة دي خالص خالص. مبشطفوش عادي، انا بس بطلع المية دي منه. زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلب كل المكونات دي على بعضها. مش قادرة اقول لكم الريحة بتبقى عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين كده هنحط ملح وفلفل، مفيش اكتر من كده. انا ما بحطش عليه اي بهارات تانية، لان هو ما شاء الله بيطلع ريحته حلوة جدا. والوصفة دي كده طبيعية، يعني مش حاطين عليها اضافات من عندنا ولا افتكاسات. دي طريقتنا القديمة بتاعة صينية الجمبري. وهنحط عليه الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب كل المكونات دي على بعضها. ما تنسوش يا جماعة لو وصلتوا معايا للفيديو لهنا تعملوا لايك وشير. وهنحط مج كبير مية كمان، وهنحط معلقتين زيت. ويا رب وصفتي تكون عجبتكم.